مفاوضات متقدمة بين حكيم زياش وأحد الأندية الممارسة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد موقع فوتبول زون الهولندي أن الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غالاتاساراي في مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية الممارسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بغية الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأشار ذات المصدر أن الأمر يتعلق بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، لكن هنالك عقبة في إتمام الصفقة. المدير الفني للفريق الإنجليزي معجب للغاية بإمكانيات زياش ويأمل في منحه فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما بخصوص العقبة فهي كون وولفرهامبتون يصارع من أجل البقاء في البريم ليغ، وانتقال زياش إلى هذا النادي سيجعله في تحدي البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يجد نفسه في نهاية الموسم ينزل مع هذا الفريق إلى الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى. وكان زياش قد جذب انتباه عدة أندية أخرى مثل ويست هام يونايتد وإيبسويتش تاون، لكن الاهتمام من هذه الفرق تراجع مؤخرا، مما جعل وولفرهامبتون في موقف أفضل للتعاقد مع المايسترو المغربي. مفاوضات متقدمة بين حكيم زياش وأحد الأندية الممارسة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أكد موقع فوتبول زون الهولندي أن الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غالاتاساراي في مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية الممارسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بغية الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأشار ذات المصدر أن الأمر يتعلق بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، لكن هنالك عقبة في إتمام الصفقة. المدير الفني للفريق الإنجليزي معجب للغاية بإمكانيات زياش ويأمل في منحه فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما بخصوص العقبة فهي كون وولفرهامبتون يصارع من أجل البقاء في البريم ليغ، وانتقال زياش إلى هذا النادي سيجعله في تحدي البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يجد نفسه في نهاية الموسم ينزل مع هذا الفريق إلى الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى. وكان زياش قد جذب انتباه عدة أندية أخرى مثل ويست هام يونايتد وإيبسويتش تاون، لكن الاهتمام من هذه الفرق تراجع مؤخرا، مما جعل وولفرهامبتون في موقف أفضل للتعاقد مع المايسترو المغربي.